صحة فطوركم جماعة، ومساء الخير ومساء الفل والورد والياسمين. قريب السحور، قلت خليني نعمل معكم السحور متاعي اليوم. شنو باش نتسحروا اليوم؟ عملت تحويجة قبل ما نتغدوا. عملت خبز تدرون اللي هي كيكة بالجرجلان واللوز والدرع والفرينة والبيض والكل. المهم عملت كيكة هذه على اساس انها السحور ان شاء الله. وتوا باش نعمل شوية هكا عصير، هذا بركة للسحور اليوم. حبيت نعطيكم فكرة يعني باش يكون خفيف بالعقل، لان الايام الكل نتسحروا يعني حاجة ثقيلة هكا، واحد يتقلق في النهار. تقلقت برشا في النهار، اما توا قلت خليني نعمل حاجة خفيفة. رحيت فيها اللوز هذيا، وانا بطبيعتي باش نرحي فيها اللوز. باش نحط شوية عصير، عندي شوية فراولة وشوية بنان، يعني موز ولا بنان ولا اللي تحبوا تقولوه. ومش نحط لها شوية لوز وشوية حليب. هذايا يقنع، حاجة مقنعة للآخر، نهار كامل تقعد مرتاحة مساسة نعمل فيها في الإفطار. عرفتوا يعني نعمل هكا العصير هذايا نهار كامل ما ناكلش، يعني خليك متقنع على الآخر. قلت خليني نعمل توا العصير هذايا معاكم، نوريهولكم. اللي هو بنان وفراولة وحبيت من اللوز مع الكيكة هذيا. ما شاء الله لوز هكا ماهوش مقلي ولا يعني لوز طبيعي يعني هكا. عرفتوا؟ قلت خل نوريكم اليوم شنية السحور بتاعنا. يعني شوية حليب وكعبات من التمر او الدقلة او التمر حسيب. حبات من التمر هما، نحط هكايا 5-6 حبات بس. والله جربوا السحور هذايا وتشوفوه روعة، ويخليكم يوم كامل يعني ما شاء الله ما عندكمش لا جوع ولا عطش ولا حاجة. والله أنا مجربته، أما أكيد الكيكة ليه يعني مش مجربتها يعني كسحور، حاجة هكا كسحور مش مجربتها. أما قررت اليوم قلت خليني نعمل حاجة هكايا بنينة هكا باللوز، محلاها ومليانة بالجلجلان. عرفتوا؟ حبيت بس. وتوا باش نرحاها ونوريها لكم كيفاش. هوا بنينة نزيدو شوية حليب. فوالا. أما الكيكة ما شاء الله ما شاء الله على الكيك. راهو الدروع سمعت به موجود في بلدان الخليج والمغرب والجزائر ومصر، سمعت به موجود. بقى عنده اسم آخر. شنية الاسم نسيته، نفرقسهولكم ونقول لكم عليه شنية هو. من أروع ما تاكلوا. شوية سكروا وذنيكم. عندنا توا الساعة 3:30. نحبك اللوز يترحاه هكا رحي يعني. عرفتوا؟ رحي. اكتبولي عاد قولولي شنية تتسحروا انتوما، يعني شنية السحور متاعكم، يعني من أي نوع سحوركم؟ مالح، حلو. نورمالمون نخرجها وهي سخونة. وهذه كيكتنا قصة نوريها لكم. هذه الكيكة متاع الدرع.
كلها متعدرة، ريحة فيها ما شاء الله ما شاء الله على الوقت. يلا وطبعا صب معاكم العصير متاعي. فوالا وهذا عصيرنا ان شاء الله شفتوه. عصير اهو لوز ماهوش يكون مقلي، شويه بنان، شويه فراوله، وشويه تمر، شويه حليب بس. والله العظيم يقنع يوم كامل، يعني يقنعكم. وهذا هو سحورنا. حبيت نوريكم سحوري بركه. ان شاء الله غدا نبداو فيديو جديد باذن الله. وهذا السحور نتاعنا. اوكي يلا، صحة وبالشفاء ليكم الناس الكل، وصحة فطوركم وصحة سحوركم، ونهاركم زين، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد باذن الله. يلا خلينا نمشي ناكل لانه ما عادش وقت على السحور. يلا باي، تشاو تشاو.